مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم موضوعنا. النهاردة بنتكلم عن مرض اسمه اضطراب الهوية الجنسية. خالد، انت كنت بتقول انه الاعلام او بعض البرامج شوهت الصورة بتاعتكم او خلت الناس تهاجمكم او وصلت صورة غلط للناس عنكم. انت ليه بتقول كده؟ لا، هو انا مش قلت كده، هو انا قلت ان في ناس كتير واخده اللي احنا فيه ده اللي هو تجارة. شو بتتاجر بيكم؟ ازاي بقى؟ شفت ده في ايه؟ مع استاذه ريهام مثلا. لا بلاش نقول اسماء. لا يعني شفت ده بيحصل ازاي؟ ما هو اللي ده بيحصل ان انا بعت مشكلتي لاستاذه ريهام برضو. بعت مشكلتك لبرنامج بغض النظر عن هو مين؟ ماشي. بعت لها مشكلتي والمفروض ان هي قبلت تصور معايا وطلبت مني شويه حاجات اعملها او حاجه معينه اعملها. اللي هي ايه؟ ان انا اشيل شعري خالص. انا ما كنتش عايز اشيل شعري. يعني انا كنت شايله في اعدادي تمام، بس ده من سنين طويله يعني. كنت حابب اربيه، يعني حتى لو انا مربيه كان شكلي ولد برضه، بس انا كنت حابب شعري طويل. فطلبت مني ده كان ضد حاجات كتير في البيت عندي وحصلت مشاكل كتير وقفت قدام ده وقلت اوكي ماشي، مقابل ان انا اعمل اللي انا عايزه. وبعد ما عملت ده واخدت كذا ميعاد رفضت تتصور معايا. ما قالت لا؟ ما قالكش ليه؟ ما قالتلكش ليه المسؤولين عن البرنامج؟ ما قالولكش ليه؟ طيب، عايزه برضو اسالك حاجه تانية. ليه انت واللي زيك اللي عندهم نفس المشكله اللي انت بتعاني منها بيطلعوا ويتكلموا في البرامج؟ ايه الهدف بتاعكم؟ ان يحصل ايه؟ اولا عشان خاطر هو ده مش هيحصل، بس ممكن نسبه 1%. مفيش حاجه مش هتحصل. لا مش هتحصل. كل حاجه ممكن تحصل. قولي. طيب الناس اللي في الشارع تتقبلك والاقسام والظباط. ما انت عندك مشكله برضو ان انت ما بتديهم البطاقه مكتوب فيها اسم بنت. تمام. فهم اكيد هيبقوا مش فاهمين. طب فانت عايز تفهمهم. يعني انت بتطلع في البرامج عشان تفهمهم، وكمان عشان نقابه الاطباء وقفت اجراء العمليات ليكم التحويل. انا عايزه اعرف يا دكتور ايه اللي عشان انا دلوقتي اروح لنقابه الاطباء واقول لهم انا عايزه اعمل عمليه تحويل جنسي، ايه اللي بيطلبوه مني عشان يعملوا لي العمليه عشان يتاكدوا من هويتي الجنسيه فيقلبوني؟ كذا حاجه بقى. زي في دراسه كروموزوميه، وفي مستوى الهرمونات، اشعه على منطقه الحوض، وبعض تحاليل الدم، وبيتقدم للنقابه بتاخد الملف بتاعه ده، سواء عامله في مستشفى حكومي او مستشفى خاص، بس يكون يعني من حاجه مصدر محترم يعني يعتد بيه. بتجتمع لجنه بيبقى فيها حوالي 7 اشخاص. بيبقى فيه طبيب ذكوره، بيبقى فيه حد مختص في الجينات، بيبقى فيه طبيب نفسي او 2، بيبقى فيه واحد عن العلوم الشرعيه، وحد بيمثل اداب المهنه في النقابه. بيدرسوا كل حاله على حده. يعني هو في النقابه الموقف ما هوش يعني ايه بيتاخد عام كده، لكن بيدرس كل حاله على حده. يشوفوا المعطيات دي كلها، والقرار في النهايه بيتاخد من يعني من مجموع النقاشات اللي دارت جوه.